الرياض، لذلك هي ثأر بالنسبة لأنشيلوتي ورغبة بمواصلة المشوار في الكأس اللي تستعصي على ريال مدريد لسنوات عديدة، بينما يعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بهذه الكأس تاريخيا، وهذا هو سانتياغو برنابيو، المسرح الذي يستضيف هذه القمة والتي تعد بالكثير تاريخيا دائما. لوكا مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا، فرصة لريال مدريد. 6 أهداف في ملعبه في أنفيلد على مستوى دوري أبطال أوروبا، ولذلك فإن يظهر لك دائما ريال الشخصية، القوة. بيني مرة من أهداف، وبدري اللي سجل 7 أهداف. الأسماء التي تغيب بالإضافة إلى كريستنسن الذي لم ينجح في اللحاق بهذه كل شيء بذكاء. يستعيد الكرة وخطأ يحتسب الحكم، والعبور فينيمار وأراوخو في التغطية في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد. على اليسار حط البنزيما الكنترول، يا إلهي أجمل هدف لا يحتسب في أقصى جهة اليسار، صعبة لكن الوصول لهذه الكرة نعم كانت صعبة على بالدي، وفي الأخير تحولت كرة ما يحاول يمر قريب تسديدة لكن انصدمت في الدفاع، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية. ضغط مدريدي، منطقة الجزاء، ناتشو يحاول يمر أمام رافينيا، ورافينيا في التغطية والإبعاد، تحولت بعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد. تقريبا لم يتغير شيء. بيني يحاول يمر على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة. 10 لقاء فقط 6 انتصارات مقابل 7 هزائم و3 تعادلات. تغطية وتدخل وخطأ يحتسب الحكم لما يعرف ب اسمحوا لي القول تشافي فرانكي ديونج. صراع كبير، وبعد ذلك كامافينجا خطأ يحتسب الحكم، وانذار أول. نعم انذار أول على فينيسيوس، بطاقة صفراء تجعل سانتياغو برنابيو يغلي بوسكيتس. سنوات طويلة من التنافسية العالية على مستوى عالي جدا جدا بل خيالي بين هذه الأسماء في الكلاسيكو في هذه اللحظة لمصلحة كاسم، وفرصة وكرة تسلل على برشلونة، تسلل ويا فرانكي زيب، هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل. حكم المباراة نعم يحتسب هدف لبرشلونة، 1-0 فرانكي زيب، الهدف الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيبواري، وهدف أول لفريق تشافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنامج ممر، وبعد ذلك إلى فيني عرضية أقرب إلى مارك تير شتيجن بروعة كبيرة. مارك تير شتيجن الخبرة الكبيرة والتألق في الفترة الأخيرة. في اللحظة الأخيرة تعود الكرة، يلعب بالنار كان بوسكيتس، حلوة لمصلحة كامافينجا، ولكن خطأ احتسب حكم المباراة، ولن يهدأ ولن يرتاح جماهير برنابيو. 27 دقيقة لعب وتغطية وتدخل وخطأ على كارفاخال. للبارسا على اليسار، قريب بكرة عرضية ينتظر المدريد، لا ينتظر مودريتش، تسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. عتب كبير من جانب تير شتيجن على لوكا مودريتش لأنه واصل الهجمة على الرغم من سقوط أحد اللاعبين على أرضية الملعب، ولكن هذا يأتي فالفيردي وتمرير المين كوندي وتوني كروس، تغيير اتجاه اللعب، حلوة وكرة، يا إلهي يا لها من تمريرة، يا توني يا توني يا توني يا توني يا أبو 10 عيون، يا فالفيردي بكرة خطيرة والتسديدة، يا إلهي مش ممكن يا أراوخو. تمريرة وفينيسيوس طارت عليه، وبعد ذلك هي إلى ضربة مرمى، ركلة مرمى وليست إلى ركنية. تشتعل الأجواء في البرنابيو، ضغطا هائلا على الحكم. اليسار يحاول يمر أمام أراوخو، فيني وأراوخو يكسب ركنية لمدريد. البارسا تحت الضغط الآن، البرنجي يواصل حملاته الهجومية.
يبحث عن كرة عرضية خطيرة، وتر شتيجن يتألق في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة، في منتهى الجمال. كامافينجا إلى فالفيردي، إلى كريم منطقة يبحث عن الحلول، تغطية وتدخل والهجوم والمحاولات والضغط والفرح. توريس بكرة حلوة 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 حلوة، وكرة يا إلهي مستحيلة يا باتي، مش ممكن اللقطة الأخيرة. أي فرصة ضاعت على برشلونة. المودريتش تسديدة لكن الدفاع، الكرة بعيدة. يا الله، برشلونة يظهر لك تقاليد إيطالية. عرضية خطيرة في القائم الثاني، فرصة وكرة لكنها